في ليلة كان يفترض أن تحسم فيها الأمور داخل المستطيل الأخضر، خطف الجدل كل الأضواء. بعد فوز ريال مدريد على بنفيكا بهدف دون رد في دوري الأبطال، خرج كيليان مبابي بتصريحات نارية مطالبا الاتحاد الأوروبي بطرد لاعب بنفيكا كريستياني من البطولة، والسبب هو اتهامات بتوجيه إهانات عنصرية إلى فينيسيوس جونيور، ما أدى لتوقيف المباراة ل10 دقائق. مبابي أكد أن ما حدث واضح لا لبس فيه، واعتبر أن مثل هذا السلوك وصمة عار على كرة القدم، ومطالبا بأشد العقوبات. وبالرغم من أهمية الانتصار الذي قرب ريال مدريد من التأهل، شدد مبابي على أن هناك أمورا أهم من النتيجة، وأن مسؤولية اللاعبين أكبر من لعب مجرد مباراة. ليلة انتصر فيها ريال مدريد، لكن المعركة الحقيقية كانت ضد العنصرية.